إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج غايات قرآنية نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة الثامنة عن غاية التسليم، التسليم لله جل جلاله. لعل من أعظم الغايات القرآنية المرادة من إنزال الكتاب وإرسال الرسل فرض شعيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من أجل أن تكون غاية التسليم هي الغاية العظمى، الغاية الكبرى التي يفترض أن ينتهي إليها العبد المكلف، يبدأ بها ويتدرج في كمالاتها ويصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى المقامات العليا فيها. غاية التسليم لله عز وجل هي إن شاء الله ستكون مدار حديث هذه الحلقة، ولا بد من البدء بها، لأني عندما تأملت الغايات حقيقة الغايات كثيرة وعديدة، ولكنها أيضا بعضها يتقدم على بعض، وبعضها يبنى كذلك على البعض الآخر، وبعضها يجر بعضه في سلسلة متكاملة كما هي الغايات إن شاء الله التي سنلاحظها، مثل غاية التسليم وغاية التعبد وغاية التقوى وغاية الشكر. هذه من الغايات كلها اللي الإنسان يتدرج فيها شيئا فشيئا. وهنا نلاحظ أن الغايات بشكل عام سنلاحظ بأنها هي ضمن مدارج المقامات، يعني هي من المقامات التي تتعلق بمقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. ولو سألنا أنفسنا سؤالا، لماذا نبدأ بغاية التسليم؟ لماذا اخترنا البداية بغاية التسليم؟ ببساطة شديدة جدا يمكن القول بأن غاية التسليم هي الغاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى نقطة بداية التكليف، يعني لا يبدأ الإنسان في التكليف إلا من خلال إعلانه بشهادة يعلن فيها التسليم لله. فنحن مقتضيات لا إله إلا الله، عندما نقول بأن الإنسان يريد يدخل في الإسلام فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي عبارة عن نقطة البداية، يعني عبارة عن الختم الذي يختم به للإنسان بأنه دخل في منطقة وساحة التسليم. ثم التسليم أيضا هو المساحة التي ينطلق فيها الإنسان من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. فحياة الإنسان من اللحظة التي قال فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن ذلك إعلان كذلك بأني سأمضي يا رب وفق ما تريد، أنقاد لك وأستسلم لأوامرك من غير إباء ومعصية. إذن فالحياة كلها تسليم لله في نظر التصور الإسلام. كذلك التسليم هو المختتم، وهو النهاية التي ينبغي أن ينتهي إليها شأن المسلم، وهو يرتحل من هذه الحياة ليبدأ حياة أخرى ويعيش بعدها إن شاء الله في دار هي دار السلام. فشهادة أن لا إله إلا الله التي بدأنا بها هي نفسها التي نختتم بها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. إذن هي أيضا كرت العبور إلى الآخرة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنحن نبدأ بالإسلام معلنين شهادة أن لا إله إلا الله، وهي هذه الشهادة التي حقيقتها هو أني أسلم لك يا رب، وأؤمن بك، وأصدق ما تقول، وأستسلم استسلاما كليا بعقلي ونفسي وجوارحي. استسلم لك يا رب العالمين، استسلم لك قدرا، واستسلم لك شرعا. إذن التسليم عندما نبدأ به فيه هذا البعد الكبير، بعد أن هذه الغاية تأخذ حقيقة أهميتها من هذه الزاوية، فهي تتقدم عموما.
ولن تأتي بطبيعة الحال أي غاية من الغايات الأخرى إلا بعد التسليم لله سبحانه وتعالى. فالذي يسلم لله هو الذي يعبد الله، الذي يسلم الله هو الذي يتقي الله، والذي يسلم لله هو الذي يخشى الله، الذي يسلم لله هو الذي يتضرع لله، الذي يسلم لله هو الذي يشكر الله، وهكذا. فالتسليم حقيقة هي غاية التسليم هي الأساس الذي ترتكز عليه بقية الغايات. والتسليم هنا ونحن نتكلم عن غاية التسليم، حقيقة في هذه الغاية أردت أن أجمع بين غايتين عظيمتين في القرآن الكريم. يعني كان ممكن أن نفردها، ولكن مساحات البرنامج حقيقة لا تسمح بالتوسع كثيرا في الغايات، ولكن أردت أن أجمع فيها غايتين عظيمتين الإسلام في رسالته جاء بهما. الغاية الأولى هي غاية الإسلام، والغاية الثانية هي غاية الإيمان. كلاهما أردت أن أتناولهما من خلال غاية التسليم، خلال غاية التسليم. يعني إذا مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان. مفهوم الإسلام عندما قال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو فله أسلموا أشهد أن لا إله إلا الله. هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول: إلهكم إله واحد، ليست هنالك آلهة عديدة، إنما هو إله واحد. ليس هنالك أرباب متعددون، ولكنه رب واحد. ليس هنالك ملوك على الحقيقة يملكون من أمر الكون تدبيري والإحسان للخلق والإكرام والإجلال إلا ملك واحد هو الله جل جلاله. وبالتالي مفهوم الإسلام يندرج معنا في هذه الغاية العظيمة. كذلك مفهوم الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فسنلاحظ بأننا من خلال هذه الغاية بإذن الله عز وجل نكون قد دخلنا في مظلتين عظيمتين وفي غايتين من أعظم غايات القرآن الكريم، وهي غاية الإسلام وغاية الإيمان. ومن خلال غاية الإسلام وغاية الإيمان يخرج الإنسان من أمرين خطيرين نهى الله سبحانه وتعالى عنهما. هي يخرج بطبيعة الحال من الكفر الذي هو التكذيب والجحود والإلحاد، ويخرج كذلك من التكبر الذي يحمل صاحبه على الإباء والقطرسة والتمرد على الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله، أو أعلن يا رب التسليم لك، يعني أسلم لك، أسلم لك قلبي، وأسلم لك عقلي، وأسلم لك جوارحي، تشكلها يا ربي كيف تشاء وبما تريد وفق أمرك ونهيك. فأنت أعلنت بأنك وضعت نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى، بحيث أنك مستعد إذا أمرك الله بأمر أن تأتمر به، وإذا نهاك عن شيء تنتهي عنه. وبالتالي خرجت بذلك بهذه عملية التسليم التي هي على ركنين: ركن الإسلام وركن الإيمان. بالإيمان خرجت من التكذيب، وخرجت بالإسلام من دائرة التمرد وعدم الانقياد. فالإيمان يقابله التصديق، والانقياد يقابله الإسلام، أو الإسلام يقابل الانقياد، والإيمان يقابل التصديق لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت مشكلة فرعون عليه لعين الله المتتالية كانت في أنه كذب وعصى وكذب وأبى. فكانت مشكلته هي مشكلة التكذيب ومشكلة الإباء والتكبر. فالإنسان عندما يستسلم لله يخرج من دائرة التكذيب، ولا يمكن أن يكون مستسلم لله وهو مكذب بآيات الله، ولا يمكن كذلك أن يكون مستسلم لله وهو يتأبى على الله ويتمرد على الله ويتكبر على الله. كذب وأبى، كذب وعصى، كذب وتولى. فالتولي والإباء والعصيان هذا خلاف التسليم، وكذلك التكذيب خلاف التسليم. إذن من هذه الزاوية أردت حقيقة أن تجتمع هاتان الغايتان، تجتمع في غاية واحدة، وهي غاية التسليم لله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ أن أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن مسمى الإسلام ومسمى القرآن، مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، يقولون بأن كلمة الإسلام إذا جاءت في سياق لم تكن معها كلمة إيمان فإنها تشتمل على الإيمان،
وإذا جاءت كذلك كلمة الإيمان وليست معها كلمة الإسلام فهي تشتمل على الإسلام، ولكن إذا وردا في سياق واحد كما قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. وكذلك في قصة لوط عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا نلاحظ أن اجتمع الإسلام والإيمان في سياق واحد، فهذا له معنى وهذا له معنى، ولكن عندما ينفردا في سياق واحد فإن الإسلام يتضمن الإيمان والإيمان يتضمن الإسلام، وبالتالي من المنطق جدا أننا نتناول غاية التسليم من خلال ذلك. هنا نلاحظ أنه لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، يعني لا بد أن يجر الإسلام يجرك إلى الإيمان، أو يجرك الإيمان إلى الإسلام، ويجرك الإسلام كذلك إلى الإيمان. طيب ما المراد بقولنا التسليم لله؟ ما المراد بقولنا التسليم لله؟ باختصار شديد، التسليم لله عز وجل يعني التصديق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، كل ما أخبر الله به من عالم الغيب وعالم الشهادة فإننا نصدق بذلك، ومع التصديق نقر كذلك بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. هذه مسألة مهمة جدا، يعني كيف يبلغ الإنسان مرتبة الصديقية؟ يبلغ ذلك من خلال التدرج في التصديق. أبو بكر الصديق مثلا كان صديقا لأنه كان يستسلم استسلاما كاملا لكل ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة طبعا عظيمة، مرتبة الصديقين. إبراهيم كان صديقا، مريم كانت صديقة، أبو بكر الصديق كان صديقا، وهكذا. ونحن نقول نسأل الله يحشرنا مع النبيين والصديقين، فمرتبة الصديقية تأتي دائما بعد مرتبة الأنبياء في التصديق. فالتسليم لله أول مقتضياته أنك تصدق بما ورد عن الله في عالم الأخبار. وطبعا هذا التصديق مبني أصلا على مقدمات ربما تحدثنا عنها، وهي مقدمات الإعجاز والبينات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالأنبياء عندما جاءوا بالأخبار الغيبية، هذه التي فيها الجنة وفيها النار وفيها العذاب وفيها الملائكة وفيها أخبار السابقين وأخبار اللاحقين، هذه الأخبار التي أخبر الله بها ما قال لنا صدقوا كل من هب ودب يقول لكم دعوة من الدعاوى فتكون، لا، لأن البينة عندنا مقدمة في الدعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فنحن نفرق بين الأدعياء وبين الأنبياء. فالأنبياء نؤمن بما جاءوا به بناء على براهين وبينات جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالنبي يأتي ببينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء ما من نبي إلا وبعثه الله سبحانه وتعالى ببينة، سواء كانت هذه البينة بينة مادية أو كانت بينات علمية، بينات معرفية كما هي في القرآن الكريم. إذن أول قضية في التسليم أن نصدق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نقر بذلك إقرارا لا يحتمل الشك ولا يتطرق إليه التشكيك، ثم ننقاد لذلك. إذن التصديق والانقياد هما ركنا عملية التسليم. الانقياد لله بالطاعة، والتصديق لله سبحانه وتعالى في الأخبار والأنباء، وألا يكون في القلب. هذا أيضا مقتضى التسليم. يعني لما نقول نحن ماذا نعني التسليم، ما هي الغاية التي يريد القرآن أن يشدنا إليها ويجعلها غاية من غاياته العظمى والكبرى، هي غاية التسليم، فيها التصديق بما أخبر والانقياد بما أمر من خلال الطاعة، وأن لا يكون في القلب حرج من حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أيا كان ذلك الحكم. بمعنى أن المرء إذا سمع حكم الله يقبله بجوارحه وقلبه، ثم لا يجد في نفسه حرجا منه مهما كان حكم الله سبحانه وتعالى مخالفا لعاداته وتقاليده ومزاجه وهواه وأعرافه ونظامه السياسي ونظامه التشريعي، فإن حكم الله مهما خالف كل ذلك فإنك مأمور بأن تكفر بالطاغوت الذي هو كل ما سوى حكم الله وتؤمن بالله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالاستسلام لله هو في حقيقته استعصام بالعروة الوثقى، هذه التي قال الله سبحانه وتعالى عنها فلا وربك لا يؤمنون. انظر هذه الآية الخطيرة
حقيقة الواحد يخشى على نفسه منها ويخشى كذلك على الآخرين، حيث إن هذه الآية خطورتها تنفي الإيمان عمن لا يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا إله إلا الله. هذه هي تقريبا المستويات الثلاث: مستوى الإسلام وهو أن تحكم الله ورسوله، مستوى الإيمان ألا تجد حرجا في قلبك من حكم الله ورسوله، مستوى الإحسان التسليم المطلق بما أمر الله سبحانه وتعالى به. نخرج فاصل ونعود بعد قليل، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد، ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى فيما بدأناه من الحديث عن قضية التسليم. وذكرنا أن غاية التسليم تتقدم وتتصدر الغايات القرآنية، لأنها في نهاية المطاف يعني هذه الغايات بشكل عام ستكون لها نقطة بداية، وستكون لها نقطة توسط، وستكون لها نقطة كمال. ولكن بعض الغايات تبدأ معنا وتواصل معنا وتكون هي ذاتها نقطة النهاية. فالتسليم لله سيكون نقطة البدء، وسيكون أيضا عنوان الصيرورة والسيرورة، وستكون كذلك نقطة المنتهى التي ينبغي أن ينتهي إليها العبد من خلال التسليم لله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نلاحظ أن القرآن الكريم هاتين المسألتين، قضية الإسلام والإيمان، اللتان تشكلان ركنا التسليم لله سبحانه وتعالى، وردت في جملة من الآيات. فنلاحظ كل الآيات التي تتكلم عن الإسلام منفردة تدخل معنا في هذه المسألة، كل الآيات التي تأمر بالإيمان تدخل معنا في هذه الغاية. كذلك عندما تجتمع هاتان المسألة يجتمع هذان الركنان، ركن الإسلام وركن الإيمان، أيضا يشكلان لنا هذه الغاية. باختصار شديد، القرآن لما يقول آمنوا وعملوا الصالحات فهو التسليم. آمنوا وعملوا الصالحات، من خلال تعريفنا الآن لمسألة ماهية التسليم نلاحظ بأنه إيمان وإسلام. فالإيمان هو التصديق والإقرار، والإسلام هو الأعمال الصالحة. كم من الآيات نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى تحث على الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحثنا على الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى في أوائل المصحف عند آية البشارة في سورة البقرة نجده يقول سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وكذلك نجد ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نلاحظ بأن القرآن مليء بكيف يكون الإنسان مستسلم لله. كيف تستسلم لله وتخرج من الخسارة وتخرج من التعاسة؟ يقسم الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، السورة التي قال عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة لكفت العباد، وهي قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذا هو التسليم لله سبحانه وتعالى. والآيات حقيقة كثيرة جدا فيما يتعلق بالتسليم، الإيمان والعمل الصالح، وهما التسليم لله. التسليم لله في التصورات والعقائد والأفكار والنظريات والمعارف، والعمل الصالح من خلال السلوك الإنساني في الأرض، بحيث كيف يستطيع الإنسان أن يترجم هذا الإيمان إلى واقع عملي من خلال الأعمال الصالحة. وهذا هو مقتضى التسليم.
نأتي إلى هذه الأهمية الكبيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الغاية، غاية التسليم. لاحظوا، لأنها هي الغاية العظمى والغاية الأشمل والأعم، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعلها عنوان رسالته ودينه، فلم يسمي الله سبحانه وتعالى دينه إلا بهذا الاسم، فاسم دينه سبحانه وتعالى هو الإسلام. لماذا؟ لأن كل الأعمال التي أمرك الله بها يريدك أن تنتهي بها في النهاية إلى التسليم لله سبحانه وتعالى والخضوع له. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الشعار الكبير، هذه التسمية العظيمة، الإسلام في حقيقتها هي استسلام لله، استسلام لمقتضيات شرعه، استسلام لمقتضيات أمره، استسلام لقضائه وقدره. هكذا يعني عندما يقول الإنسان أنا مسلم فإنما يعني كل هذه. ويقول الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقبل غير هذا الدين، لا يقبل غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمر الثاني أيضا تعظيما لهذه المكانة، مكانة التسليم، جعل الله سبحانه وتعالى كما جعل رسالته تحت مسمى أو تحت اسم الإسلام، جعل كل الرسل والأنبياء والصالحين كلهم جعلهم مسلمين، سماهم مسلمين. والله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. ويقول الله سبحانه وتعالى يعني نوح عليه السلام مسلم، إبراهيم عليه السلام مسلم، هود عليه السلام مسلم، صالح عليه السلام مسلم، موسى عليه السلام مسلم. يعني لو رجعت إلى القرآن الكريم فإنك ستجد كل الذين في كتاب الله يلتقون حول قضية واحدة، وهي مسمى الإسلام ومسمى كونهم مسلمين. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وهما يبنيان في الكعبة ويقيمان أركانها، يدعوان الله سبحانه وتعالى بقوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي أنهم يدعون الله أن يكونوا مسلمين، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهم إبراهيم عليه السلام كان على رأس هذه الملة، ملة الإسلام، ومن عظمائها ومن أهل الخلة فيها. وقصتهما تتجلى فيها، قصة إبراهيم عليه السلام وقصة إسماعيل عليه السلام، تتجلى فيها هذه المسألة بشكل كبير جدا، مسألة الاستسلام لله. انظروا كيف أن خطوات إبراهيم عليه السلام كلها تجلى فيها التسليم. يأخذ زوجه ويأخذ أم إسماعيل ويأخذ ابنه ويضعهما في أرض خالية ليس فيها ماء وليس فيها سكن وليس فيها بشر، ويضعهما على هذه الأرض ويغادر. فتسأله هذه الزوجة المستسلمة لله سبحانه وتعالى بقولها: الله أمرك بذلك؟ يعني هذا الذي تفعله هل هو أمر الله سبحانه وتعالى؟ انظروا هذا إبراهيم عليه السلام الخليل الذي امتلأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، والخلة هي هكذا تعني خلو القلب مما سوى الله وامتلاؤه بالله سبحانه وتعالى. وهنا أمره الله بأمر فعله، قال: ضع ابنك وزوجك في هذا المكان. زوجه، طبعا هنا أقصد زوجه بمعنى في اللغة العربية لا يقال زوجته، يعني المرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة. فزوجه أم إسماعيل تقول له: الله أمرك بذلك؟ فيقول: نعم. تقول: إذا لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى لا يضيعنا، وتتركه يعود ويغادر الأرض التي ترك فيها ابنه وترك فيها زوجه. ثم بعد ذلك يكبر هذا الطفل وينمو ويكون معينا لوالده وقد كبر الوالد، وهذه اللحظة التي يحتاج فيها الوالد إلى ابنه، فيختبر الله سبحانه وتعالى مقتضى التسليم عند إبراهيم عليه السلام، آمرا إياه بأن يذبح ابنه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى إبراهيم عليه السلام باستسلامه لله ابتداء أن يضعه ويغادر، وانظر إلى استسلام إبراهيم عليه السلام بأنه مستعد لأن يذبح ابنه، لا مشكلة عنده. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى أمر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى مقتضى التسليم عند الغلام إسماعيل عليه السلام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذا نحن أمام
مشهد التسليم في حياة إبراهيم كلها من أولها إلى آخرها كانت تقوم على مقتضى التسليم لله سبحانه وتعالى. كذلك يتحدث الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل ورسالاتهم، ويقول الله عنهم يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ويقول بل جعل الله تعالى التسليم هي السمة اللازمة لأهل السماوات والأرض طوعا أو كرها. يقول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. نلاحظ أن الأهمية التي تكتسبها صفة التسليم في كونها هي شعار هذا الدين ودثار هذا الدين وجوهر هذا الدين وظاهر هذا الدين وباطنه. إذا نحن أمام غاية من أعظم الغايات، وهو أن تسلم لله سبحانه وتعالى. إذا هذه المكانة العظيمة في أن الله يسمي يعني أتباع رسالته، يسمي رسالته بالإسلام ويسمي أتباع رسالته بالمسلمين، تتجلى فيها بلا شك هذه المكانة العظيمة للتسليم. نأتي الآن إلى التمظهر أو مظاهر هذا التسليم، مظاهر التسليم للصفتين الأساسيتين للغايتين العظميين، وهما غاية الإسلام وغاية الإيمان. نلاحظ بأن مقتضيات التسليم لله سبحانه وتعالى تتجسد في أركان الإيمان من جهة وفي أركان الإسلام من جهة. هذه هي مظاهر التسليم. يعني أنا أريد أن أعرف هل أنا فعلا مستسلم لله أم لست مستسلم لله. ما هي المظاهر الكبرى؟ هنالك مظاهر تشكل أركان. طبيعة الحال لما نقول الأركان، إذا قيل لك بأن هذه أركان البيت، فإن البيت له أساس وله أركان وله أعمدة وله سقف، فلا يعني أنك بمجرد أن أقمت الأركان أقمت البيت، لا، ولكن نريد أن نقول بأن هذه المظاهر الكبرى للتسليم. لكن التسليم بطبيعة الحال يأخذ منحا متكاملا حتى يكتمل البيت في بنيانه بجميع أركانه، حينها يقول الإنسان بأنه سلم لله كاملا. لكن عندما يقوم بأركان الإيمان ويقوم بأركان الإسلام فإنه أقام مظاهر التسليم الكلي، التسليم العام الذي تقوم به أركان عملية التسليم. يمكن بعد ذلك أن تؤسس، لأنه لا عمادة، لا تستطيع أن تضع سقفا ولا أن تضع زوايا من غير أن تضع الأركان، فالأركان هي العملية الأساسية لبناء البيت. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل أركان الإسلام والإيمان تعبير عن مسألة تعبير عن مظهر التسليم. فتعالوا معي إلى أركان الإيمان، وكيف تتجلى فيها عملية التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. أركان الإسلام جاء في حديث جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاء بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممتثل صورة رجل، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. دعوني هنا الآن أقدم الإيمان عبارات معينة، وهو أن الإيمان الذي هو التصديق بالله سبحانه وتعالى، والتصديق بوجوده، والتصديق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والنظر إلى كمال صفات الله جل جلاله وإلى كمالها وإلى عظمة الله سبحانه وتعالى وإلى أن يقدر الإنسان الله حق قدره. هذا هو الركن الأساسي في مسألة الإيمان. من هنا تنبع التسليم، يعني من هنا ينبع عملية التسليم لله في الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولكن لا يمكن أن يفعل الإنسان هذه الأركان ما لم يكن مؤمنا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأركان في أواخر سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى، طبعا بعد أن ذكر المنهاج الإسلامي كله في سورة البقرة، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا نلاحظ أن أركان الإيمان هي الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقضاء خيره وشره. إذن أركان الإيمان الستة هي التي تجعلنا ندخل تحت مظلة المظاهر الأساسية فيما يتعلق بالتسليم لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وسنكمل في حلقة قادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.